بعد زيادة البنزين الرئيس السيسي كشف مفاجأة كان مستنيها ناس كتير قبل العيد، يعني تقدر تقول إنه بيصالح شعبه بعد زيادة البنزين الأخيرة. بس يا ترى الرئيس قال إيه؟ وإيه سبب زيادة البنزين؟ وإيه المفاجأة اللي مجهزها للمصريين قبل العيد؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم لأول مرة عن قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، وكشف مفاجآت كتير عن القرار ده، وقال إنه ما تاخدش علشان نزود أعباء على الناس، لكن الظروف فرضته. الرئيس بدأ كلامه بالظروف اللي حوالينا بسبب التوترات اللي بتحصل في المنطقة كلها، وقال إن كل ده أثر على الاقتصاد العالمي وكمان على مصر، خصوصا على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء، وده خلى الدولة مجبرة إنها تاخد إجراءات اقتصادية ضرورية علشان تضمن توفير السلع الاستراتيجية وتحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحمي مقدرات الشعب. وقال إن الدولة عارفة تماما حجم الضغوط اللي المواطن المصري بيتحملها، وواعي إن في مشاعر سلبية بعد زيادة أسعار البنزين، لكنه وضح إن أحيانا لازم تاخد إجراءات صعبة لتجنب مشاكل أكبر وأخطر. ووضح كمان إن أي قرار بيتاخد بعد دراسة دقيقة جدا ودايما بيكون أقل ضرر على المواطنين. علشان كده وجه بتطبيق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، علشان يكون في دعم أكبر وحماية اجتماعية أكتر للناس اللي في المرحلة الصعبة دي. الحزمة الاجتماعية الجديدة هتضمن مساعدات مباشرة للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير منتجات مدعومة للأسر الأكثر احتياجا، وكمان دعم المحدودي ومتوسطي الدخل، يعني أي حد محتاج دعم هيلاقيه بطريقة واضحة ومنظمة من غير ما يتوه. وحسب تصريحات وزير المالية أحمد كوجك، قال إن الحزمة هتشمل زيادة في الحد الأدنى للأجور، والزيادة دي هتفوق الغلاء، وفي توقعات بتقول إن الزيادة دي ممكن توصل ل 10,000 جنيه. وعموما الحزمة الاجتماعية من المفترض يتم الإعلان عنها الأسبوع الحالي وقبل عيد الفطر. الرئيس كمان اتكلم عن الأزمات اللي البلد اتعرضت ليها السنين اللي فاتت، وقال إن مصر دخلت في برنامج إصلاح اقتصادي من 2016 لحد 2020 بسبب الأزمات العالمية، وقال إننا تعرضنا لأمور صعبة جدا خلتنا نفقد حوالي 10 مليار دولار من إيرادات قناة السويس، يعني حوالي 500 مليار جنيه، وده أثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على التحرك. واتكلم كمان عن استهلاك المنتجات البترولية، وقال إن الجزء الأكبر مش للسيارات لكن لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، وإن الاستهلاك السنوي بيوصل حوالي 20 مليار دولار، يعني حوالي تريليون جنيه مصري. ووضح إن الدولة شغالة على مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وهدفها توصل لنسبة 42% طاقة متجددة قبل 2030، وده كله علشان تقلل تأثير أي قرارات على المواطن. وقال إننا لو خلينا المواطن يدفع تكلفة الكهرباء كاملة هيدفع 4 أضعافها. الرئيس أكد إن الدولة حرصت إنها ما تفرضش قيود على الكهرباء أو تقلل الأحمال، وإن الهدف الرئيسي هو تحسين حياة المواطنين رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة. وكمان شدد على الشفافية، المواطنين لازم يعرفوا الحقيقة كاملة عن القرارات الاقتصادية واللي بتهم المواطن، وكل حاجة تكون واضحة. وفي نفس الوقت الرئيس أكد على الرقابة على الأسواق ومنع أي استغلال، وكل مخالف هيتحاسب، وبعض الحالات ممكن توصل للمحاكمة العسكرية. كمان الدولة مستمرة في تقديم السلع المدعمة للأسر الأكثر احتياجا حسب الموارد المتاحة، وإيمانا منها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الشعب. وركز إن الإصلاح مش اختيار، ده ضرورة، وإن بناء اقتصاد قوي هو الضمانة الحقيقية لمستقبل مصر وأبنائها. وفي الآخر شدد الرئيس على تماسك المصريين ووعيهم، وقال مهما حصل مصر هتفضل قوية ومستقرة، والدعم والحماية موجودة لكل محتاج. ودلوقتي قول لنا رأيك في تصريحات السيسي الأخيرة.